بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا اخبار كتير وصفقات كتير وحوارات كتير هنتكلم فيها النهارده عن نادي الزمالك وعن الصفقات اللي بيعملها نادي الزمالك. بس قبل اي حاجه طبعا بشكر كل الناس الحلوه والمتابعين بتوعنا اللي بيدعمونا باللايك للفيديو وبيشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين، واللي بيهم ان شاء الله ومعاهم هننجح وهنوصل لاعلى مستوى ممكن. وصلنا لاكثر من 1000 مشترك ووصلنا لعدد ساعات كويسه جدا بفضل متابعتكم لينا ومشاهدتكم لينا. بشكر كل الناس اللي بتتابعنا بقى، وخصوصا اخواتنا اللي من المغرب اللي اتفرجوا، يعني الاكبر جماهير بتتابع القناه المغاربه بعد ماتش مصر والمغرب. وطبعا بلوم عليهم في حته ان هم يعني فرحانين، او هم طبعا حقهم ان هم يفرحوا انهم كسبوا مصر 6، بس بلاش بقى لغه ان احنا يعني قطعنا مصر ومش عارف ايه، لان المنتخب كان اصلا ناقص لعيبه. يعتبر المنتخب ما كانش فيه الا زيزو، وزيزو خرج مصاب كمان. يعني انت لو مصر فيها صلاح ما كنتش هتعمل كده، مصر لو كان فيها بعض اللعيبه من الاهلي ما كنتش هتعمل كده. فالمنتخب كان ناقص لعيبه كتير. ده ما يمنعش طبعا انها نتيجه كبيره وحق المغرب يفرح، ولكن نتيجه غير متوقعه وجت بالصدفه، وان شاء الله صعب جدا تتكرر تاني. واكيد هنقابل المغرب تاني وهناخد حقنا منها. الرساله الثانيه بوصلها لبعض جماهير النادي الاهلي، طبعا ما بعممش على جمهور الاهلي، جمهور الاهلي طبعا جمهور محترم وجمهور عنده اخلاق ومبادئ المفروض يعني. فبعض الاهلاويه دخلوا في القناه وعمالين يشتموا لانهم زعلانين ان انا بقول ان الاهلي كسب دوري الهاكس ودوري الضحك ودوري مرجان احمد مرجان، دوري الترزي عامر حسين اللي بيلاعب الاهلي مع الجيش في اسبوع مرتين، مع الداخليه مرتين، لحد ما الاهلي يسبق بيراميدز ويجمع اكبر عدد من النقط عشان يلعب ماتش بيراميدز ونفسيته مرتاحه. اللي هو اصلا لما لعب مع بيراميدز الحكام بسم الله ما شاء الله ظبطوه ضربات جزاء وطرد لاعيبه بيراميدز، وخراب اكسب يا اهلي الدوري بيقول له اكسبني يا اهلي. اللي فاهم ان ال 44 دوري دول من الحلال ودماغه مريحاه يفهم كده، بس ما يشتغلش نفسه بقى ويخش عايزنا احنا نقول له كده. لا، الاهلي كسب الدوري ده حرام وظلم وافتراء وما يرضيش ربنا، وعمرنا ما هنقول كلمه غير كلمه الحق عشان احنا بنتحاسب على كلامنا ده قدام ربنا. فالناس اللي هتيجي بعد كده لازم تبقى عارفه ان الاهلي كسب دوري الضحك ودوري الهاكس، البطوله ال 44، الدوري الحرام اللي الاهلي كسبه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامان. لا يهمنا بقى ان انت كاهلاوي هتخش تشتم، هتخش تعلق تعليق مش حلو، مش مشكله خالص، المهم ان احنا بنقول كلمه الحق. هنتكلم النهارده عن اخبار صفقات نادي الزمالك. طبعا رئيس نادي مودرن فيوتشر طلع بتصريح غتت قوي، يعني قال لك ان احنا بنرفض ان احنا نبيع جوناثان الجناح الشمال لنادي الزمالك، وان نادي الزمالك فريق ما فيهوش انضباط. وكلنا شفنا ناصر ماهر وتصريحاته بعد ما ساب فيوتشر، وشفنا اللي حصل لاحمد فتوح. يعني كمان بتشمت في واحد في كارثه، اي حد معرض انه يحصل له زي ما حصل لاحمد فتوح لا قدر الله يعمل حادثه بالعربيه وهو سايق. فما فيش مجال للشماته وما فيش مجال ان انت تغلط في نادي الزمالك او في جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك اكبر من اي حد، ونادي الزمالك كبير قوي ان انت تتكلم عليه بالطريقه دي. ولو كان على جوناثان مش عايزينه، نادي الزمالك عنده مش محتاج حاجه من حد. ويوم ما نجيب صفقه ورئيس النادي يقول لك انا مش عايز ابيعه لنادي الزمالك، ما يا حبيبي مصر مليانه لعيبه ومش واقفين على حد. الصفقه الثانيه هي بن شرقي. صراحه بن شرقي لو هيجي ويجيب لنا كاس العالم حتى انا مش عايزه بعد اللي بيعمله. انت بتتنطط على ايه يا بن شرقي؟ انت ما فيش نادي عايز يشتريك. انت حتى الاهلي لو شايف فيك الرمق كان خطفك عشان الزمالك ما يقفش على رجله. فمعنى ان انت تيجي بقى تتكبر على جماهير الزمالك وعايز 1.5 مليون وعايز مليون، ايه يا عم؟ انت عندك كام سنه؟ انت عندك 33 سنه. لازم تفوق وتعرف ان انت اعلى مستوى ليك كان مع نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اللي عملك يا بن شرقي. هو انتوا بتفكروا ازاي يا جماعه؟ طبعا زيزو جاله عروض كتير من انديه في السعوديه. طب واحنا بنسال سؤال، هي مصر كلها ما فيهاش الا زيزو؟ طب ما تتعاقد يا سعوديه وانديه السعوديه مع حسين الشحات ومع قفشه ومع اللاعب. فطبعا يعني لاعيبه الاهلي ما بتعرفش تلعب بس بتكسب البطولات كلها، انما زيزو عليه سكر، كل الانديه السعوديه بتكسب. فطبعا يعني لاعيبه الاهلي ما بتعرفش تلعب بس بتكسب البطولات كلها، انما زيزو عليه سكر، كل الانديه السعوديه بتكسب.
فطبعا يعني لعيبه الاهلي ما بتعرفش تلعب بس بتكسب البطولات كلها، انما زيزو عليه سكر، كل الانديه السعوديه بتكسب.